السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من قناة يوميات مزارع في الفرافرة بنحييكم. احنا النهاردة في أرض الحاج إبراهيم عوض الله، معروضة للبيع 125 فدان. الليمون اللي قدامكم ده مزروع له سنة ونص، موجودة عندنا في عين التنين. تمام. السعر مفاجأة وهيكون في آخر الفيديو. ادي ده شجر الليمون يا جماعة، بالصلاة والسلام على رسول الله، مزروع على 125 فدان. وكم فدان حضرتك زارع ليمون؟ دول 20 فدان. 20 فدان مزروعين ليمون ليهم سنة ونص، بالصلاة على النبي، وزي ما حضراتكم شايفين. تمام. حضرتك الطاقة الشمسية قد ايه سيادتك؟ الطاقة الشمسية 75 كيلو، في غاطس 100 حصان جوا البير، في مولد 200 كيلو. ده ديزل؟ ده ديزل، فولفو. يعني البير عليه الطاقة الشمسية والديزل. عليه الطاقة الشمسية والديزل. طيب الأرض دي نظامها ايه؟ دي أرض مزاد استلام محافظة سنة 2019. طبعا الحمد لله مشينا في إجراءات التقنين، والحمد لله حصلنا على موافقة التقنين. من بداية السنة الجاية إن شاء الله نبدأ نتعاقد على العقد الابتدائي بإذن الله. بإذنك أنت يا رب. دي الإجراءات اللي حصلت يعني، ونزل معاينات وفي انتظار استكمال المعاينات يعني. والبير سيادتك عمق قد ايه؟ بير خباطة عمق 320 متر. 320 متر. 320 متر. ووش المية على كام؟ وش المية هنا في عين التنين تقريبا وصل 90 متر. 90 متر. ده يعني حق. وش المية على 90 متر. اه. طيب وأقرب قرية ليها ايه؟ أقرب عزبة هنا عزبة عين التنين، دي 1 كيلو ونص تقريبا. دي هناك قدامنا ايه هناك ايه؟ دي فيها مسجد وفيها بقالة وفيها عمال وفيها معدات. وطبعا قرية الكفاح من هنا من مدج زراعة 11 توصلها في 6 كيلو ونص. ده من هنا كده قدام الناحية دي قرية الكفاح وقرية الجمعية. أكبر قريتين هنا في الفرافرة، أكبر من الفرافرة نفسها. دول بيننا وبينهم قد ايه؟ 10 كيلو ولا 9 كيلو؟ لا، دول 7 كيلو بالعداد العربية. 7 كيلو بعداد العربية. لأن هو أنا لما بقول 10 كيلو أنا بعديه ب3 كيلو جوه. فهو أقرب مننا ب3 كيلو، دي المسافة 7 كيلو بينها وبين القرية. تمام. القرية دي فيها مدارس لحد ثانوية وأزهر وبتاع دبلومات كل الخدمات كاملة مكملة. فيها أقسام شرطة برضو؟ مش عارف، لا نقطة شرطة ولا الشرطة كلها في الفرافرة. ده فدان فاكهة كده عاملينه متشكل ومتنوع لهدايا لأصحاب الأرض، عبارة عن مانجا وجوافة وكمثرى الطويلة ديت كمثرى. ده الكبيرة دي كمثرى. تين، برقوق، مشمش. يعني دي يعتبر الفدان ده الجنينة بتاع البيت. الجنينة بتاعت البيت. تمام، الله يرضى عليك. فده هيبقى ايه؟ يبقى اعتبرهم 19 ليمون وواحد فواكه متنوعة. يعني 19 فدان ليمون وواحد فواكه، والليمون كله عمره سنة ونص. الليمون كله مزروع مع بعضه، الا لو شجرة كده ولا حاجة ما كانتش كملت يعني شجرة بتموت بنحط مكانها. بس لكن هو كله زراعة شهر 6 2020 الحمد لله. طب الحمد لله، ربنا يبارك لك في ارضك يا رب. وربنا يبارك لصاحب النصيب. الله المستعان. طب نوع التربة ايه؟ دي تربة خليط، يعني احنا عندنا اكتر من عرق جوه التربة هنا. هي كلها في الاول والاخر اسمها تربة خليط، بتزيد نسبة الرملة في بعض الارض وتزيد نسبة الطفلة في بعض الارض. يعني مش كلها زق واحد يعني؟ لا، بتختلف من حتة لحتة. بس بسم الله ما شاء الله كلها من اجود انواع الترب يعني. لا اللهم صل على النبي. ده برضو حضرتك الليمون؟ ده استكمال الليمون اهو. ده باقي الليمون اهو، عبارة عن دراعين. وادي ايه الارض قدامنا اهي. ده بالنسبة لليمون. ده بالنسبة سيادتك لليمون. حضرتك مزروع ايه تاني؟ في مزروع في الارض حوالي 38 بالظبط فدان برسيم حجازي. تمام. في عمر سنة، ده بسم الله ما شاء الله بقاله سنة موجود. وفي زرعة الموسم اللي فات اللي حشينا منه الحشة الأولى الحمد لله، وفي انتظار الحشة الثانية. فإجمالي 38 فدان برسيم حجازي. يعني حضرتك 38 فدان برسيم حجازي. نعم. طيب ممكن نروح نصور فيهم؟ أكيد، نتفضل. طيب بعد هنقفل دلوقتي وهنكمل مع تصوير البرسيم الحجازي في باقي الفيديو.
انا مش من عادتي ان انا اقطع، بس هو عشان ما شاء الله المساحه كبيره، وهتبقى مش معقوله هنمشي على رجلينا 19 و20 فدان، فاحنا لا هنمشي بالعربيه وبعدين نصور الباقي. سلام مؤقت. تفتح على الطاقة. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. ادي هنا الطاقه الشمسيه 75 كيلو. 75 كيلو الطاقه الشمسيه دي بتاعه الارض. وهنا مولد المولد مولد فولفو 200 كيلو. فولفو 200 كيلو. طب بيستهلك قد ايه بنزين ده يا حاج؟ ده بيستهلك جاز يا سيدي الفاضل. احنا طبعا بنشغله جاز. بيستهلك كام جاز؟ احنا بنشغله في الوقت اللي فيه الطاقة ضعيفة، يعني مثلا الساعة 7 صباحا لحد الساعة 9. صح. ده الطاقة الشمسية بتدينا مثلا حوالي 20 كيلو أو 30 كيلو. بشغل معاهم المولد ما باخدش منه غير كمان 20 كيلو أو 30 كيلو، فممكن يستهلك معايا الصفيحة في ساعتين ونص. الصفيحة الواحدة الصفيحة ده لما الواحدة. بتشغلها مع الطاقة مع الشمسية الطاقة الشمسية وهي ضعيفة. وباجي تاني العصر الساعة 3 ونص أشغل لحد الساعة 5، يكون نفس الاستهلاك بسيط وضعيف. فده يوفر معايا في الجاز بزيادة ويمكنني إن أنا أزود مساحتي في الري الغامض. تمام. لكن أنا ما بلجأش له للري الليل عشان خاطر استهلاك الجاز كتير. انما كل حاجة حضرتك بتستهلكها بالنهار. اما احنا اعتمادنا يعني 70% على الطاقة، 30% بس على المولد. احسنت. ودي الغرفة دي غرفة اللي فيها المولد الانفرتر. دي الغرفة يا جماعة اللي دايما بننصح نعملها للانفرتر عشان نحميه من الشمس والتعرض لأي اعطال او لأي حاجة. دي ربنا ما شاء الله بسم الله ما شاء الله، دي لازم تتعمل دي تحت اي طاقة شمسية. طبعا عندنا الغاطس 100 حصان. الغاطس موجود 100 حصان. 100 حصان جوه البير. بسم الله ما شاء الله. عاملين سنة البير طبعا السنة اللي فاتت ومطلعينه ومغيرين له مواسير. هنا مواسير البير؟ مغيرين له طقم المسامير ومظبطينه. دي سمادة اهيت. دي سمادة اهي علشان خاطر يسمد بيها. نسمد بيها الليمون، نسمد بيها يعني السمادة محطوطة جنب البير على طول. موصلة على كل الأرض. دي متوصلة بكل الأرض ما شاء الله. بإذن الله. يعني مش محتاج تروح تقف في أي حتة هناك، لا كله هنا. تحط من هنا وافتح على المحبس الرئيسي يوصل السماد معاك لأي تربية أنت عاوزها. يعني شغل متنظم ومترتب ما شاء الله. تعالى حضرتك من هنا عشان الناس برضو تشوف الطاقة. ده كام لوح طاقة بالصلاة على النبي؟ والله أنا مش عارف عدد الألواح، هم 5 بس هي 1 2 3 4. قصدك كام برج؟ كام برج؟ 4 في 4 ب 16. صح؟ ناقص واحد 15 برج طاقة شمسية. دي منطقة الخدمات بتاعت الأرض، حوالي فدانين فيهم الطاقة الشمسية والبير. تخش قدام كده في الاستراحة الرئيسية بتاعت أصحاب الأرض. استراحة كبيرة بسم الله ما شاء الله تعدي 200 متر، فيها 5 تمام ما شاء الله. وصالتين وحمامين ومطبخ وخزان وموتور ميه، واخد بالك الطاقه الشمسيه بتاعتها. دي ينفع نصورها من جوه ولا فيها حد؟ عادي، لا مفيش حد، احنا بس عزابي. ما دام عزاب ندخل. ودي استراحه العمال وجنبها معلف على حوالي 300 او 350 متر. دي اللي هي الزريبه دي. الدوار بيقول عليه الدوار. الدوار واخد بالك. احنا بس بنقول عليه الزريبه عشان احنا بس اولاد البندر. رايحين كده على نخش على الدوار ولا على نخش على الدوار الاول. جهزناه بس لسه على شفا ان احنا ندخل، يعني ما فيهوش حاجه الحمد لله. لسه في الثروه حيوانيه. طب الحمد لله. طبعا عشان لو في حاجه ما بنخشش نصور طبعا. اسعار البرسيم بتخلي الناس تتردد شويه في الثروه الحيوانيه الايام دي. ايوه بسم الله ما شاء الله عامل شغل البرسيم. بيتباع على ارضه ب 5,550 اهو. بسم الله ما شاء الله. الطن يجوا يشيلوه من على الارض. ده مخزن كمان برضه للكيماوي للصوبه والحاجات دي. ظهر استراحه العمال. يعني ده المخزن. اه بس ايه عشان ما اطلعكش في الفيديو. استراحه العمال مع خزانها برضه وكهربتها وميتها. دي قد ايه مساحتها؟ دي تعمل لها 100 متر تقريبا. دي 100 متر. تيجي هنا على الدوار. ده كان الليمون اللي احنا صورنا فيه الفيديو اللي فات طبعا. ده الليمون اهو، فحضرتك محوقه. وش الاستراحه كده. يعني قدام الاستراحه الليمون، شجر الليمون. نيجي هنا على الدوار. هذا هو الباب اهو. البوابه. نصور الباب والبوابه. وهنا بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي. دي طوايل تاخد حوالي 40 راس افكار. الطوايل اللي هنا دي. دي اللي هنا دي.
دي تشيل 40 راس بالصلاة على النبي. ما شاء الله، ما شاء الله، اللهم صل على النبي. دي طوايل خشب اهي، دي بتاعت غنم دي. ودي حوض دي مكنة رش. ده موتور رش. ده موتور رش يا جماعة، علشان الشجر وعشان البرسيم وعشان كل حاجة. وده مية. وده خزان ميه للشرب المواشي. طب المية هيشربوا منها ازاي؟ هتطلعوا منها يشربوا؟ زي خزان، اما بتعمل له حنفيه هنا تحت هنا، اه واخد بالك، تشرب منه. فده خزان عشان بالليل. ده خزان بس. انما في حنفية هنعملها هنا. خزان ويرقد الميه تبقى نازله معاك نظيفه للحاجه. تمام، اللهم صل على النبي. ده يا جماعة شغل الزريبة والشغل بتاع الطوايل، اللهم صل على النبي. ربنا يبارك لصاحب النصيب. دي كام في كام الزريبة دي؟ ديت حوالي 30 في 12. 30 في 12. يعني حوالي مساحة الزريبة 30 في 12. 320 متر. دي أوضة علف؟ غرفة عزل. عزل اه. عشان لو في نعجة ولدت في حاجة تحطها لوحديها. تبقى بره البتاع. تمام. برضه ممكن تبقى معاها شوية طيور. وممكن شوية لو ما عملتهاش عزل ممكن تحط فيها أرانب في الأرض والبلاليص هي موجودة. شوية طيور. كل حاجة موجودة. واخد بال حضرتك؟ تيجي هنا بقى لما نطلع. عايز هنا بقى. هنا على اليمين في ايه؟ هنا دي مكمورة جنب المعلف على طول، بحيث لو في بتطلع مخلفات السباخ. تكمور هنا. احنا كامرين هنا مكمورة مجهزينها كومبوست. ما شاء الله. واخد بال حضرتك، ومغطينها بمفرش وكامرينها بقالها 3 شهور. ادي مفرش، ده اللي هو الجزء ده. الجزء ده تحت. يعني ده الجزء ده تحتيه سباخ. تحتيه سباخ على صوبر على جبس على كبريت متقلب بميه ومخمور، بحيث تطلع منه كومبوست للشجر بتاعك ده. بالظبط. ودي اتحفرت جنب المعلف، بحيث ان انت كل اللي طالع معاك تجيبه هنا يجيبه هنا فيه. ولو في اللي هو زي الشجر والحاجات دي يتحط برضه يتحلل بعد كده. ده يفضل ان هو يتفرم برضه معاه، يبقى كومبوست نباتي حيواني. دي معلفه ورا شونه كده مشاورين فيها برسيم عشان خاطر دي اول حشه. ما شاء الله. فما رضيناش نبيعه، قلنا ناكله افضل. ايوه صح. وهنا كده المعلفه دي متخزن فيها كل الاكل بتاع الايه. ما شاء الله. المعلف دي مخلفات بصل، على مخلفات توم، على مخلفات زراعه كلها. على مخلفات جرجير. اي حاجه عايز تحوشها فيها تحطها على البرسيم ده، وتاكل منه براحتك بقى ايه. الله ينور، الله ينور. بسم الله ما شاء الله. يعني شغل مرتب ما شاء الله. تجهيز بترتيب يعني بسم الله ما شاء الله. انت عشان مع يعني برضه من المنصوره. والدنيا برضو حلوه هناك، يعني زراعه وكده. فانت فاهم انت بتعمل ايه في ارضك. مرتبين يعني واخد بالك. هم ما شاء الله الصعايده والفلاحين شاطرين في الحاجات دي. نروح بقى نروح على استراحه العائله هنا. نروح على الاستراحه. استيعاب الارض. كده الفيديو عدى معاك ولا تبدا فيديو؟ لا شغال، نجيب من اوله مش مشكله، يكمل. ما هو كل ده هيدمج وينزل في فيديو واحد. ماشي. دي صراحه تبدا من هنا، عاملين حواليها شويه شجر ظل كده مع شويه ورد. انا بس عايز اجيب الواجهه عشان الناس بتيجي تقول ايه واجهه البيت ومش واجهه البيت. لا واجهه البيت اهو. اظن كده مفيش تعليق على واجهه البيت. اتفضل يا استاذ ابراهيم. انا هقفل دلوقتي لحد هو ما يخش ويرتب، وبعد كده ايه نرجع تاني نكمل. السلام عليكم ورحمة الله. احنا لسه بنصور في البيت اللي على الارض اللي 125 فدان. ادي الشجر اللي حوالين البيت، وادي الشجر اللي قدام البيت. وهندخل دلوقتي منين؟ من جنب البيت. وادي ورد ابيض اهو. ده ورد ما يتسابش زي نهارنا الابيض باذن الله. وورد احمر عشان خاطر الاهلاويه اللي انا منهم طبعا ما يزعلوش. كده اهلي وزمالك. لا مالناش دعوه بالزمالك. ما ابيض اهو. قعدوا يقولوا الزمالك قادم وما بيجيش، بنستناه ما بيجيش. انا يا جماعه بسم الله ما شاء الله. البلكونه قدامنا. مساحه البيت كام يا باشا؟ والله ممكن 15 في 18 مثلا. وادي السقف. يعني سقف خشب. 50 متر. سقف معمول ايه؟ بكونتر اهوت. خشب. هنخش هنا الاستراحة. بسم الله ما شاء الله.
كل حاجه. طبعا هنا الطاقة الشمسية شغالة. هدخل المطبخ والحمام. ده حمام ملحق. ده المطبخ وادي ايه الحمام. افتح. انا يا جماعة تشطيب سوبر لوكس اهو. ادي الحمام قدامنا اهو، وادي المطبخ. ده حوض مؤقت كده من المطبخ الكبير جوه. ماشي، بس دي صالة كبيرة ده اهيت. حلو. ادي صالة، دي انا عامل تقريبا قريب من دي صالة. يعني دي معمول، وادي تصميم برضه ما شاء الله. موزعة الغرف 4 غرف اهم. مم. دول 3 حلو ما شاء الله. ده حمام كبير. ما انا برضو نفس اللي انت واخد نفس التصميم بقى. هو تصميم واحد. كل الناس ابو كريم اللي بنالك ولا ايه؟ كمل اهو. صح؟ شفت يا جماعه لما دخلنا البيت عرفنا مين اللي بنى. ده قدامنا اهو، وندخل البيت بنعرف مين اللي بنى البيت. ده الحمام اهو، وادي الانفرتر بتاع البيت بتاع الطاقه، وادي المطبخ. طبعا المساحه دي بتبقى 4 في 4، اللي في الشمال هنا 4 في 4. ما شاء الله. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. ما شاء الله. وادي اوضه تانية اهي. دي عملها لك 4 في 4 ونص. لا ده 4 في 4 متهيألي. كل الغرف هنا 4 في 4. هاي احنا ايه نورنا. يا جماعة احنا بنوريكم الايه كل حاجة على ارض الواقع. وادي اوضه اهي كمان 4 في 4. يا عم انت ما شاء الله عليك، انت فارش البيت اهو. عشان اي ضيوف اي حد. حلو، بالصلاة على النبي. ده بالنسبه للاستراحه. تطلع بره تلاقي بقى ارض الليمون قدامك كده. كده يا جماعة ده احنا طالعين على بره اهو، قدامنا اهو المنظر. تقعد في البلكونة او تقعد على الكرسي ده، تبقى قاعد شايف تقول اتفضل ارض الليمون، واللي يعدي عليك تقول له، يقول لك سلام عليكم، قول له اتفضل اهو، زي ما احنا شايفين قدامكم. ما شاء الله. وكده يطلع عند المبنى اللي هناك ده، يخش شمال يطلع على القرية. 7 كيلو القرية زي ما قلنا في اول الفيديو. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنا برضو من ارض 125 فدان زي ما احنا شايفين قدام حضراتكم. دي البركة. بالصلاة والسلام على رسول الله وبسم الله الله اكبر. زي ما انتم شايفين. دي مساحة البركة كام دي يا باشا؟ والله تفصيليا مش متاكد عن خالد، بس بسم الله ما شاء الله يعني دي خدت لها حوالي مثلا 100 ساعه بالحفار ولا اكتر. دي خدت 100 ساعة شغل بالحفار. ده الله اكبر عليها ما شاء الله. يعني احنا مش هنقول غير الكلمة دي. وهنا المكنة بتاعت الري البحاري اللي هي الكبيرة، صح كده؟ صحيح. اهي. وهنا سمادة اهي. دي للنخل، سمادة خاصة للنخل، دي خاصة بالنخل السمادة دي. وكمان الحاج قال لي ايه؟ قال لي ان هو الشمس ضعيفة ومش عاوز اشغل بمولد اللي هو الديزل. اروح عامل ايه؟ اروح قافل المحبس بتاع البير ومحول المية على هناك ومشغل المكنة اللي قدامنا دي بالجاز، واسحب منها مية اروي بيها البرسيم غمر. دي الفكرة اللي كانت الناس بتقول عليها. طبعا هو يقدر ينفذ ده لان بالصلاة على النبي وما شاء الله. بصوا البركة قد ايه يا جماعة. يا جماعة الشغل المرتب حلو، ده الشغل المظبوط. وبعيدا عن اي عك تاني، ده واحد واخد 125 فدان وقاعد يفنن فيهم ويعمل الحاجات دي كلها. دلوقتي انت هتقولي طب لما هو عامل الحاجات دي كلها هيبيع ليه؟
هو علشان دخل في قصة اللي هو جرب الارض وزرع وانشأ، هو دلوقتي هيروح يشتري 1000 فدان. هو دلوقتي هيروح يشتري 1000 فدان وهيروح يعمل فيهم. ادي سبب البيع اللي الناس هتسألني في الكومنتات، سبب البيع ليه؟ يعني الراجل هيتوسع، هيبيع علشان يتوسع، رغم ان انا نصحته نصيحة، قلت له اصبر سنتين وهي هتجيب لك كل حاجة. خسارة. وده الكلام اللي انا قلته. ليه بقى خسارة؟ لان احنا دلوقتي رايحين على النخل. النخل اهو قدامنا اهو، عمر سنه ونص بقى. عمر سنة ونص مزروع في الارض. جبته فسايل ولا بنت جورة؟ لا جبنا من تحت امها فسايل. فسايل؟ ما شاء الله بالصلاة على النبي. ادي يا جماعة اللي زرع عن طريق الفسايل ونجح اهو. كان في شركة هي اللي زرعها لك ولا جبت من ناس معينة؟ لا من مزارع، من الداخله ومن الواحات البحريه. يعني حضرتك اللي رحت جبتها على طول. بالظبط. ده يا جماعة النخل اهو. دول 1300 فسيل. 1300 نخلة يعني. 1300 نخل، ممكن يكون في فقد فيهم حوالي 300 ولا حاجه. دول هنوقعهم ان شاء الله في شهر 3 اللي جاي ان شاء الله. يا جماعة بيقول لكم 1300 نخلة، فيهم 1000 نخلة ناجحة و300 ممكن يكونوا مغيبين، هيغيرهم وهيترققوا في شهر 3 اللي جاي بإذن الله. في عندنا بفضل الله نخل بشر جوه لو عايزين نوصل. وفي نخل بشر هناك بإذن الله. الله يبارك له بصراحة، الله يبارك له في أرضه وماله يا رب. الله يبارك لك يا عم. يا جماعة الشغل المظبوط ما يزعلش. واحنا داخلين اهو بنصور النخل، يعني الأرض دي بالظبط سنتين بالظبط وتجيب فلوس كل اللي اتصرف ده كله. يعني مش خسارة الجنيه اللي هيتحط فيها النهاردة في ظل تعويم الجنيه، وكل حاجة بتغلى وكل حاجة مش هيبقى ليها قيمة بعد كده. ادي النخل قدامكم اهو، 1000 نخلة شغالة وحوالي 300 نخلة مش شغالة، رغم انه ممكن يكون العدد برضو اقل من كده ان شاء الله بإذن الله. باذنك انت يا رب. طيب لو بصينا ورانا هنا، ده البرسيم القديم، ده جديد. ده برسيم جديد. ده برسيم جديد، اول حشه دي. دي اول حشه برسيم جديد اهو. شوف الكرسي عامل ازاي، بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي. لسه هيتلم كمان. وادي برسيم جديد اهو. حضرتك زرع قد ايه برسيم؟ دول 38 فدان برسيم، بسم الله ما شاء الله. 38 فدان برسيم يا جماعه. تعالوا نروح عند البرسيم اللي هناك. ماشي. ده كده اخر حاجه في الارض طبعا، مش هنصور تاني. ده صح؟ اخر حاجه. وبعدين ادي هنا اهو النخل اهو، احنا ماشيين اهو، على يميننا نخل وعلى شمالنا بالصلاه على النبي برسيم. طبعا انا هختمها بالبرسيم لان البرسيم ب 5550 الطن. الطن ب 5550 جنيه على ارضه اهو قدامكم اهو. طبعا هيبقى 100 فدان مزروعين ما بين ليمون وبرسيم ونخل، و25 فدان فاضيين. كل واحده 8. ده اللي البيع هيتم عليه، والارض مزاد ايجار ينتهي بالتمليك. هيفضل معاك 8 حطهم في اول واحده برسيم جسار. لا هيفضل منهم 8 للربه اللي جسار. ادي البرسيم قدامنا اهو. 8 بالظبط. وادي الارض قدام اهي للاخر هناك. وادي البرسيم اهو بالصلاه على النبي. احنا بنقول ايجار ينتهي بالتمليك، والارض مزاد. مزاد ايجار ينتهي بالتمليك. استلام بمحضر رسمي بورق رسمي. واستلام بمحضر رسمي بورق رسمي. ولا وضع يد ولا غيره. بالظبط. والاوراق معاك وكل حاجه معاك. كل حاجه موجوده. كل حاجه موجوده معاه. موجوده بفضل الله. يعني اللي عايز يجيب محامي، عايز يجيب اي حاجه يجيب. ويروح معاه اي مكان هو عايزه. ويروح معاك اي مكان انت عاوزه. عدي بقى زي ما انتم شايفين. من هنا ولا من هنا؟ اطلع من الجسر دوت. ماشي. من ماشي. ادي برسيم اهو بالصلاه على النبي. ده لسه ما اتحشش، ده اللي هو عدى عليه عمره سنه زي البرسيم بتاعي يعتبر اهو. ده محشوش. ما هو ده لسه صغير. ده لسه صغير. ما شاء الله. وادي تاني اهو. اطلع بقى شوف اللي لسه هيتحش الاسبوع ده ان شاء الله. هنروح هناك لاخر الجسر هنشوف اللي لسه هيتحش. هيتحش يوم الجمعه ان شاء الله باذن الله. ده احنا ماشيين واحده واحده على الجسر.
اهو بالصلاة على النبي. ما قلتش يا حاج هتعوز كام في الارض؟ مش قلت خليها في اخر الفيديو مفاجأة؟ ما احنا كده اخر الفيديو خلاص بقى. لسه يا عم نشوف البرسيم التاني. ماشي، تعال نشوف البرسيم التاني. طبعا يا جماعه كفايه الواحد يجيب ايه، حته جبنه قديمه ورغيفين عيش ويقعد وسط الارض دي ومش عايز حاجه تاني، وبيض بقى بالزبده البلدي يطلع من الزريبه برضو، ويبقى كده خلاص بقى عملنا فيلم خرج ولم يعد. ده يا عم خالد اللي على الحش. ده اللي على الحش يا باشا. ده برضو برسيم قديم عمر سنة وشغال عمر سنة وعلى الحش بالصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي. ادي يمين وادي شمال، ادي الشمال اهو، ربنا يبعدنا عن اهل الشمال، وادي اليمين ربنا يجعلنا من اهل اليمين ان شاء الله يوم القيامة باذن الله. وتفوش كده كله برسيم بسم الله ما شاء الله. كل ده من مساحة الارض. قلنا 100 فدان منهم 38 برسيم صح؟ صحيح. وقد ايه نخل؟ 20 نخل. 20 فدان نخل. 1000 نخله شغاله و300 مش شغالين هيترققوا في شهر 3، و20 فدان ليمون. وفي 12 فدان شبكه مجهزه لاضافه كمان 1000 نخله كمان. وفي 12 فدان شبكه مجهزين لاضافه النخل تاني وفي نفس الوقت في 25 فدان بيتباعوا فاضيين. صح كده؟ ضمن ال 125. تمام. وفي 4 فدادين قمح غله. وفي 4 فدادين مزروعين قمح. يعني اللي بيتفرج على الفيديو كده يجمع الاعداد اللي احنا بنقولها دي والارقام ويحسب حسبته. يعني اللي هيحط فلوس تعتبر اكنك حاططها في شهادات استثمار، وايه بتقبض على طول. يعني هتحط فلوس تاخد محصول، مش هتحط وتتعب وتشقى. يعني يوم الجمعه الجايه وعندك العمال شغاله وعندك الحاجه شغاله. يوم الجمعه الجايه دي في ايراد ان شاء الله، وعندك معلف تقدر تدخل فيه ثروه حيوانيه باذن الله، وعندك استراحه تقعد فيها الصبح باذن الله. يعني المكان جاهز مجهز على اكمل وجه. طيب كده احنا قلنا حاجه كل حاجه بالنسبه للارض. والقرب او البعد للقريه قلنا 7 كيلو عشان ما حدش يجي يقول لي ايه المسافه قد ايه. 7 كيلو. والورق مزاد ايجار ينتهي بالتمليك. وكل الخدمات موجوده في القريه، قريه الكفاح وقريه الجمعيه. مدارس، مستشفيات، عشان ما حدش يقول لي في مستشفيات ولا ما فيش مدارس ولا بتاع، لا كل حاجه موجوده. والبيت صورنا له الاستراحه جاهزه واستراحه العمال جاهزه. يعني كل حاجه. طبعا اللي هيجي يشتري ارض 125 فدان اكيد هيعوز له عمال يعني علشان يشتغلوا فيها، مش هيجي يشتغل لوحده. عشان كده احنا عاملين له بيت للعمال. تمام. عايز تجيب عمالك ماشي، عايز تخلي العمال اللي شغاله هنا هي اللي شغاله، انا افضل ان العمال اللي شغاله هنا هي اللي تفضل شغاله. ليه؟ لان هم اللي عارفين كل كبيره وصغيره في الارض. واحنا معاك برضو الحال، واحنا معاك لحد ما تفهم وتعرف كل حاجه في الارض. واحنا هنكون جنبك هنا. المساحه اللي احنا هنتوسع فيها دي هنا برضو في الفرافره ال1000 باذن الله. طيب كده بقى انت قلت السعر في الاخر. السعر كام بقى يا باشا؟ السعر يا عم خالد عشان قناتك الحلوه ديت هنخليه 65000 كله. الفدان ب 65000 ببيتها بمعلفها بشجرها بشبكتها بسم الله ما شاء الله. يعني عرض يعني 125 في 65 انت حاسب حسبتهم؟ لا مش حاسب والله. هو ده عدليتها يجي 2 أو 3 اخوات او صحاب يقسموها بينهم وبين بعض، يقعدوا في المكان يرزقوا منه اخر خير ان شاء الله. تمام. بس وربنا يوفق في الخير ان شاء الله. ربنا يكرمكم وربنا يوفقكم، وكل واحد عارف مصلحته فين، واعتبروها شهادات استثمار زي ما بتقولوا. بدل ما انت حاطط فلوسك في شهادات استثمار وبتاخد ريع وفلوسك ثابته، لا هنا فلوس متغيره برضه، راس مالك متغير. لان انت بتاخد ربح من الارض، والفلوس اللي هتحطها النهارده هتاخدها تاني يوم او بعد اسبوع بالكتير قوي، لان انت شغال في حش برسيم بالصلاه على النبي. والبركه دي ممكن تحط فيها سمك، تحط فيها بط، تحط فيها وز وتحوط عليه وتشتغل. في شهر 3 الجاي ان شاء الله ننزل فيها سمك باذن الله. باذن الله باذن الله. وربنا يكرم، وانتوا شايفين الدنيا ماشيه ازاي وعارفين ايه، واحنا بندلكم في الخير. ومش هنقول ربنا ييسر الحال وربنا يرزق الجميع. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. لو عجبك الفيديو ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل فيديوهاتنا الجديدة.